السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. اتأخرت عليكم فترة كده، يعني كنت بتعالج والحمد لله، يعني ببركة دعواتكم ربنا يكمل شفاء علينا جميعا يا رب، وعلى كل مريض يا رب. وحشتوني جدا فعلا، وأتمنى من الله عز وجل إن أنا أقدر أكمل الرسالة، إن أنا أوصل لكم كل حاجة في علم تصليح الساعات. مش هطول عليكم كتير يا جماعة، أنا نفسي من عشاق البوكيت واتشز، سواء قديمة قطع غيار، سواء ساعات هانتر اللي هي بتبقى من فوق من ورا، من قدام من ورا بيبقى فيها الغطا بتاعها اللي هو دوت، وهنا من ورا نفس الحاجة زي دي كده مثلا، اللي هي كده، وبيبقى من الناحية التانية كده نسميها فول هانتر، هي بتاعت الصيادين الحاجات دي. يعني بتحس ساعات يا جماعة حاجة مذهلة مذهلة، يعني من القرن اللي فات والقرن اللي قبله والقرن اللي قبله، من 1700 و1600 ومش عايز اقول لكم 1500 بتعمل الساعات الجميلة ديت. يعني اللي عنده ساعة من دي فعلا بعتبر ان هو يعني انسان جميل. شوف صوت المقلب ازاي مثلا، يا سلام. شوف عقرب على طول، عقرب الثواني اللي انت شايفه اتحرك، وحاجة جميلة. انا ساعات قديمة جدا، شوف دي كده، دي ويست كلوكس على فكرة، من الساعات الحلوة جدا، يعني امريكاني وكندي. بص بص الصوت وبص الجمال اهو، صوتها اسمع كده، صوت جميل صوت جميل. النهارده يا جماعة هكلمكم عن ساعة زي دي. الساعة دي يا جماعة ساعة دهب 10 قرات، من الساعات الماركات الجميلة الجميلة جدا جدا جدا، يعني ماركة إلجن. إلجن دي من الساعات القيمة جدا، يعني اللي هي ساعات أصلا أمريكاني. الشركة دي اتعملت سنة 1864، والشركة دي للأسف قفلت سنة 1968، يعني قعدت في حدود أكتر من 130 سنة موجودة في السوق. وكانت عملت ساعات، مجموعة ساعات يا جماعة، هنشوف دي برضه هتمسكوا مجموعة ساعات تحفة تحفة، يعني اللي يشوفها يقول مش ممكن. دي طبعا ساعة حريمي، عشان نبقى عارفين ان ساعات الرجالي بتبقى دايما ايه، كبيرة كده، ودي حريمي. وكانت بتتلبس الرجالة مش مشكلة، بس ده الحجم الرجالي وده الحجم الحريمي، يعني حتى ما نسوش الستات في الحاجة ديت. شركة عملت يا جماعة مجموعة ساعات، انت لما تشوفها في النت وتشوف الهيستوري والوايكوبيديا بتاعتها هتلاقي كمية ساعات اتعملت لا تتخيلها، اشكال والوان وديزاينز وليها سايت مخصوص يعني في البوكيت واتشز، يعني حاجه رائعه. واللي عنده ساعه منها يا جماعه يبقى حاجه جميله جدا. ده صاحب الساعه دي جايبها لي صلحها عشان مش شغاله، هنبقى نشوف فيها ايه ان شاء الله. وعايزين نشوفها كده تحت المسكوب ونشوف جمالها ونشوف الفن اللي فيها والتحفه الفنيه دي بتقول ايه. تعالوا معايا مع بعض. اهلا بيكم يا جماعه. ايه رايكم في التحفه الفنيه دي؟ انا مش عايز اتكلم، انا بسألكم ايه رأيكم في الفن والجمال اللي موجود في الساعة دي والنقاشات اللي موجودة عليها. يعني هنا محمول حرف ال مع حرف ال او اس وال مكتوبين اهو. نكبرها شوية كده ونشوفها مع بعض اهي زي ما انت شايفها. اعتقد دي اس او اف، ودي ال، اسم حد، اول حرفين في اسمه اللي هو عمل. شوف مكتوبة بجمال ازاي، شوف الفن يا جماعة، كان كل حاجة بيدوي. شوف حتى هنا النحت ازاي جميل، شوف النحت اللي هنا معمول يدوي، مش هتلاقي واحدة زي التانية يا جماعة. الحاجات دي كلها يدوي يدوي. تعالوا نكبر تاني عشان نوريكم. بصوا يا جماعة، لما تبص هنا مش اسطمبة، هتلاقي المربع ده. شوف هنا المربع ده غير ده، غير المربع ده، غير ده. المربع ده كله ككل غير اللي جنبه ده، غير اللي جنبه ده، غير اللي جنبه ده. يعني حاجة بصراحة فوق الوصف، يعني حاجة جميلة 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 جميلة. بصوا النقشات يا جماعة عليها، بصوا النقشات هنا، بصوا الحروف، بصوا النحت. دي نحت يا جماعة، نحت حاجة. بص الشكل، بص الشكل، بص مش عارف اقول ايه، مش عارف. بص هنا الورد اللي عاملينه، يعني قولوا معايا انتوا رأيكم ايه. بص المنظر، بص المنظر، الوردة، بص اللي جنبها شكلها ايه.
يا جماعة ده اللي بيتذوق الفن، اللي بيتذوق فن الساعات وتصميم الساعات، واللي بيشوف الساعة يفضل قدامها ساعتين يتأمل فيها، هو ده الفن يا جماعة، هو ده اللي محب للساعات فعلا. بص المنظر، أنا عاشق الصراحة للساعات، وعارف إن في كتير في العرب والدول العربية وبالذات في الجزائر وليبيا ومصر طبعا ولبنان وسوريا وكل البلاد العربية والسعودية والخليج كلهم يعني غاويين. حاجة جميلة جدا، يا ريت ننشر ثقافة جمال الساعات ده، تبقى حاجة جميلة جدا يعني. بص الفن، بص الفن، مش هتلاقي مربع أبدا زي التاني، مش هتلاقي مربع أبدا زي التاني. بص المنظر هنا غير هنا، المربع ده غير ده خالص، غير ده خالص، غير ده خالص، غير ده خالص، كل حاجة بحركة تانية خالص يعني. زي ما انت شايف مفيش واحدة زي التانية في كل الأشكال، حاجة واحد قعد فنان عملها. حتى بص هنا هتلاقي انت لما تشوف اللفة، شوف اللفة دي غير اللفة دي يعني، لأن دي عملها يدوي، فهنا مش هتطلع زي دي عمرها إلا بمكنة وهتطلع، لكن هنا حاجة وهنا حاجة. بص هنا الأشكال هنا غير الأشكال هنا يعني، واحد فنان قاعد ينحت ينحت. بص المنظر هنا برضه هنا غير هنا يعني. بص المنظر اهو، هتلاقي هنا غير هنا خالص. بص المنظر، وهكذا يعني. حاجة أنا مش عارف أقول إيه. بص هنا، هنا برضه، بص هنا أنت لو تشوفها تقول دي معمولة مطبوعة، لكن بص المنظر هنا غير هنا لأنها منحوتة باليد. بص الأشكال عاملها إزاي، وهنا ناحية عشان الوردة هنا تبقى طالعة مظبوط، فواخد لها فراغ هنا واخد لها فراغ هنا. حاجة متعة يا جماعة، متعة. بص الورق شكله إيه، بص الورق والفن والروقان والجمال والإبداع والإتقان وكل حاجة صراحة. الكلام ده يا جماعة اتعمل من 150 سنة، 200 سنة يعني، حاجة 100 سنة يا سيدي يعني، حاجة ما كانش فيه أي تقدم. بص المنظر والفن، بص 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 يعني، حاجة نشوفها كده ككل بقى، نصغر شوية، نصغر شوية كده. بص شوف بقى المنظر، انت طبعا شايفها حاجة تقول ايه ده، ايه المشكلة دي، ما فيهاش حاجة يعني، مش حاجة. لكن بص لما كبرناها عرفنا الفن قد ايه، عرفنا الحاجة الفن والمتذوق الفن. بص الرسم، بص الرسم اللي عليه، كل الرسمات دي فنية، واحد بينحتها بينحتها يعني. بيفكرني بقدماء المصريين لما نحتوا على الصخر يعني، حاجة عملوا إبداع، إبداع جميل جدا. ده كل ده من بره يا جماعة. بص هنا شاين عليه برضه، بيعمل لازم يعمل لك شكل كده عند الستيمي يعني. بص المنظر، بص ورا، بص الوردة المعمولة دي، بصوا فنها، كبرها شوية كده. بصوا المنظر يا جماعة والفن والنحت، بصوا ازاي واخد الأشكال. ومن هنا فنانين فنانين فنانين. بص الأشكال هنا يعني. بص الوردة التانية اللي بترد عليها، والوردة اللي هنا غير، ووردة هنا. شوف الوردة دي انت شايفها دي، هتلاقيها غير دي خالص، شكل تاني خالص لأنها منحوتة باليدوي. وبص هنا شكل تالت، وبص هنا شكل رابع، يبان لك زي بعض وهي انت مش واخد بالك، لكن كلهم واحدة، كل حاجة مختلفة عن التانية. بص الفن، بص الناحية دي، بص الناحية دي. أقول إيه بس، أقول إيه يا رب. أنا بتكلم طبعا لعشاق الساعات، مش اللي هو يعني. نفتحها كده، شوف بقى المنظر الجمال. بص منظر الجمال فيها، بص جمال النحت في المينا بقى، بصوا جمال النحت في المينا اهو. بص بقى المنظر، بص المنظر، شوف المنظر وجمال النحت فيها. بصوا هنا الساعة دي دهب يا جماعة اهو، هو 10 قيراط معمولة هنا. بصوا معايا اهي، 10 قيراط، 200 قيراط يعني، حاجة جميلة. بص بقى، بص الفن تاني، بص الجمال ده، كل ده يدوي يا جماعة. بص الجمال هنا، بص الجمال هنا، حاجة يعني. الرسمة بص متقسمة، برضه بترد زي الورد اللي بره ده يعني، سبحان الله، زي الورد اللي بره ده فبيرد عليه من جوه الرسمة جوه. بص هنا الدقايق وعلامات الدقايق والساعات. بص الكلام المكتوب، الأرقام يعني، الروماني القديم، حاجة يعني. بص الحتة الفنية دي، بص هنتكبر شوية كده. بص الفن في النحت، بصوا يا جماعة، بصوا يعني.
بصوا الفن النحتي، ايه الجمال ده يا جماعة، ايه الجمال ده. بصوا الاشكال، بصوا الاشكال المخمولة، حاجة يا جماعة يدوي، يعني ناس كانت بتقور عينيها لانه بيحب الفن ده وبيحب الشغل ده. بصوا المنظر يا جماعة. بصوا بقى هنا في الطرف في ايه، عاملين نقط عند الارقام هنا، شايف الرقم هنا عامل لك النقط، دي نقط الدقايق ونقط الساعات، يعني حاجة رائعة بصراحة، رائعة 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 رائعة. مش عارف الواحد يقول ايه. صغر تاني كده. بص بقى المنظر كده، يعني حاجة يقولوا لي يا جماعة انتوا رأيكم ايه، بالله عليكم في التعليقات تقولوا لي ايه رأيكم. شوف هنا خطوط، ادي اشكال، ادي اشكال ورد، ادي اشكال اهو انت شايفها المدورة ديت، اشكال جوه، اشكال هنا، اشكال هنا في الاطراف، يعني حاجة جميلة. خد بالك هنا الازازة اهي مكسورة، يمكن ايه بينها لكم، واضح انها مكسورة، واضحة جدا من هنا مكسورة. يعني شوف المكنة بقى كده من مرة بس، دي اسمها ايه، فول هانتر، يعني اللي هي الصيادين اللي كانوا بيصيدوا زمان. طبعا زي ما شفنا مكتوب عليها 10 ايرات هنا. بص معايا كلها دهب دي يا جماعة. بص بقى المنظر المكنة، للأسف الساعة دي مش شغالة. يعني بص هنا بقى مثلا البالانس معمول ازاي، بص هنا الأشكال على البالانس، هنوريكم كده نكبر شوية. بص عاملين أشكال ازاي على البالانس، سايبين خطوط حتى وجهات بسيطة كده يعني. بص هنا العلامة فاست وسلو، بص هنا الرقم موجود ازاي منحوت، جميل يعني، جميلة جميلة. بص هنا سيفتي بينيون، يعني سيفتي بينيون هنا تظبط بيه الساعة، لأن الساعة دي المفتاح يا جماعة، عشان ده تربط ادي مفتاح وادي مفتاح، مفتاح يظبط الساعات، عقرب الساعات والدقايق، والمفتاح التاني يملى الساعة اللي انت شايفه ده. يعني حاجة جميلة 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 يعني. بص المنظر، بص النحت عليها، بص الفن مش سايبينها فاضية كده، يعني حاجة. بص ادي طبعا ما كانش فيه لسه الجولز محطوطة، مفيش ولا جول فيها، يعني زي ما انت شايف اهو مجرد الاكسس او المحور اهو، زي ما انت شايف اهو بتاع الترس، مجرد المحور بتاع الترس هو اللي باين اهو، هنا وهنا وهنا. طبعا واضح ان هنا ده اتخن وده اقل وده اقل، يعني عشان هنا تقدر تحط الزيت عشان تزيتها بتاع. حاجة جميلة يا جماعة، تحفة فنية، تحفة فنية رائعة بصراحة، يعني تحفة 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 من هنا لبكرة. أتمنى يا رب تكون الساعات دي عجبتكم، الساعة دي عجبتكم يعني. وطبعا هي شركة إلجن ديت وولتهام، كل دول شركات أمريكي يعني جميل. وكل الساعات دي يا جماعة حاجات ساعات وشركات كبيرة جدا، وساعات وشركات رائعة، وحاجة يعني علمية جميلة جدا. أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم إن شاء الله، وتكونوا استفدتوا بيها يعني. وأتمنى يا رب من الله عز وجل إن أقدر أنقل لكم جمال الساعات، وأنقل لكم فن تصليح الساعات يا رب. دعواتكم لينا يا رب، وأتمنى يا رب إنه تدعموا القناة بالمشاركة في الاشتراكات الخاصة وفي التشكرات، يعني تبقوا مشكورين يعني متفضلين. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في مجموعة عالم تصليح الساعات، هشوف اللينك بتاعها إن شاء الله في صندوق الوصف. وكل سنة وأنتم طيبين برمضان الكريم، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.